الأرض سمرة، دي مفاجأة دي ولا مخاطرة؟ دي حكاية جابت لي جنان، تعويذة أهلا ويا خطوة عزيزة، طلعت بقى طلعة لذيذة من بحر رخير أسوان. لفيت لف ماشي وبضرب كف بكف لحد ما تهت وعقلي ده خف، أنا مين أنا فين؟ شكلها تلبيسة بجد، أما دي حتة تدبيسة، خدت الكوبري مع الترقيصة، دي جاتلي منين؟ مازن، انت ايه اللي جابك هنا؟ انا قلقت عليك جدا يا يحيى. انت كنت فين؟ مغامرة صح؟ ها احكي لي بقى، احكي لي. قلقت عليا من ايه يا مازن؟ ومين اللي قالك تستنى هنا قدام المتحف؟ محدش قالي، انا جيت من نفسي عشان اطمن عليك. اللي عملته ده غلط يا مازن. انا عارف انك بتحبني وخايف عليا، بس انت كده ممكن تبوظ كل حاجة. طب انت ليه ما خدتنيش معاك المرة دي كمان؟ ما كانتش مغامرة زي ما انت فاهم، احنا بنحاول نثبت حاجة، لو طلعت صح هنبقى قدام اكتشاف جديد مدهش. ايه هي الحاجة دي بقى؟ ها؟ فاكر البردية اللي كنت بكتبها لما كنا سوا في المغامرة؟ احنا بنعمل تجربة بخصوصها، هحكي لك كل التفاصيل بس لما المهمة تنجح. أنا حددت على الGPS مكان هرم ونيس بالظبط، لازم أروح في أسرع وقت. هي المشكلة يعني في مكان الهرم؟ ما كل العالم عارف مكانه، الفكرة في إنك عايز تروح لوحدك، وده ما ينفعش يا يحيى. هو ده وقته يا كنوز، أنا تقريبا بنقذ الأستاذ عصام، وأي تأخير بسبب خناقتك معايا ممكن كل حاجة تبوظ. أنا مش بتخانق معاك يا يحيى، أنا بنصحك، لازم بابا يكون موجود معاك، مش مهم أنا دلوقتي، عشان مشوار زي ده خطير جدا. خطير في إيه؟ ده هرم أثري وأنا رايحة أتفرج عليه. يا سلام، وافرض بقى حد شافك جوه الهرم وانت بتدور على البردية، هيعمل فيك ايه ها؟ صح. طب ايه رأيك؟ تيجي معايا؟ أنا طبعا هاجي معاك، لكن برضو لازم حد كبير يكون معانا. ايه رأيك؟ تقول لبابا وماما؟ بصي، أنا هقول لبابا ومازن، لأني وعدته إني هحكي له كل حاجة. تاني مازن يا يحيى؟ أنا رأيي إنك كان لازم ما تقولش سرك لحد أبدا. هو أنت تضمن منين إن مازن ده ما يقولش لحد؟ بطلي بقى يا كنوز، انتي غيرانة من مازن، وهو ولد طيب وكويس وبيحبني. لا يا يحيى، أنا مش غيرانة من حد، بس تخيل معايا كده مازن عشان يثبت لزمايلنا إنه قوي ويعرف حاجات هم ما يعرفوهاش، حكالهم اللي حصل. قلتلك أكتر من مرة، اللي يحكي لأي حد هيفتكروه مجنون، مش مازن بس، أي حد فينا لو فكر بس يتكلم في الموضوع ده مستحيل الناس تصدقه. انتي نفسك ما كنتيش مصدقة في الأول، صح ولا غلط؟ ماشي يا يحيى، بس لازم نحكي لبابا وهو يقول لنا نعمل ايه. اللي عمله الأستاذ عصام ده فكرة حلوة بس خطيرة، كان لازم يحسبها أكتر من كده. مفيش وقت يا بابا، لازم نتصرف. البردية دلوقتي المفروض جوه هرم ونيس، وأنا لازم أروح ولاقيها. أنا خايف من حاجة يا يحيى، البوابة الزمنية اللي بتمر منها دي بتعديك آلاف السنين في ثواني، يعني ممكن في عصر من العصور أو سنة من السنين اللي مرت عليك أنت بسرعة البردية دي يكون حد غيرك لقاها فعلا واختفت، ساعتها هتعمل ايه؟ هرجع للأستاذ عصام وهقول له اللي حصل، بس ازاي ممكن حد يلاقيها واحنا مخبيينها في مكان سري جدا؟ لصوص الآثار كانوا بيوصلوا لكنوز الملك وهي مدفونة تحت الأرض يا يحيى. اللي بابا قاله ده يخلينا نتحرك أسرع، مش نقعد نتكلم. غيروا الموضوع بسرعة، ماما جاية ماما جاية. أنا مش هقولك تاني يا يحيى، الدرجات دي ضعيفة ولازم تركز شوية في مذاكرتك. وانت يا كنوز درجاتك حلوة بس عاوزين دايما الأحسن، لازم تركزوا يا ولاد. حاضر يا بابا. مش هتخرجنا زي ما وعدتنا بقى؟ طالما وعدتكم يبقى أكيد هنخرج. يلا قوموا البسوا. هو انتوا كنتوا بتقولوا ايه؟ لا ده أنا كنت بس بشد عليهم شوية عشان درجات الامتحان. ماشي،
بس كده يا دكتور، هو ده اللي قالهولي. يعني ما قالكش البردية ديت مكتوب فيها ايه بالظبط؟ المهمة دي عبارة عن ايه؟ اي تفاصيل تانية؟ البردية دي كان هو بيكتب فيها كل حاجة بيشوفها بالتفصيل، وهو قال إن الأستاذ عصام بيساعده في التجربة الجديدة، إنما إيه تفاصيل المهمة بصراحة معرفش. كان لازم تعرف يا مازن. اقصد كان لازم تعرف عشان نقدر نساعده في مهمته اللي اكيد هتفيدنا كلنا. أنا عشان كده جيت أقولك بسرعة، عشان أنت أكيد هتقدر تتصرف. يحيى مهما كان صعب يتصرف لوحده في حاجة كبيرة زي دي، صح؟ صح، طبعا صح. اللي انت عملته ده عين العقل. دلوقتي لازم تروح واي حاجة جديدة تعرفها تقولها لي فورا. حاضر حاضر يا دكتور. هنعمل ايه دلوقتي يا دكتورة؟ وهي دي عاوزة كلام؟ طبعا هنخطف يحيى. هو انت الدكتور عشان ترد يا غبي؟ بعدين اخطف يحيى اعمل بيه ايه؟ ما احنا حاولنا معاه قبل كده وما طلعناش منه باي حاجة، بالعكس ده الامور اتعقدت اكتر. يعني نسيبه يوصل اللي هو عاوزه عادي كده يا دكتورة؟ وهنحميه كمان لحد ما نعرف هو ناوي على ايه بالظبط، وبعدها هنتصرف. انا عايزكم دلوقتي تراقبوا بيت يحيى زي ظلكم، ما يغيبش عنكم لحظة. يحيى مين؟ أغبياء. ياه، شكل الهرم اتغير قوي. طبيعي يا يحيى، عوامل الجو وتغيير المناخ لآلاف السنين بيأثروا على أي مبنى فوق الأرض. المهم مكان البردية ما يكونش اختفى تحت الرمل أو حصل له أي حاجة. لازم ندخل دلوقتي. الحلوين الطعمين ظهروا يا دكتورة وداخلين على الهرم اهو. الولد اللي اسمه مازن ما كانش بيكذب عليك. أنا كنت عارف إن مازن هو الكارت اللي هيخليني أوصل لكل اللي بفكر فيه. طب هندخل امتى يا دكتورة؟ لحسن الواد يحيى يقول كلمة السر ويختفي فجأة جوه الهرم، ساعتها مش هنلحق نوصل له حتى بالتعويذة. ما تقلقوش، لازم نستنى هما اللي يدخلوا الأول وبعدين هندخل. المهم محدش منهم يحس بينا غير في الوقت المناسب. أنا حاسس إن النهاردة مش هيعدي على خير أبدا. اخرس واسمع الكلام، محدش جوه يتصرف غير لما أقول يعمل إيه. فاهمين يا أغبياء؟ أنا كنت هنا من شوية، كل ده كان شكله مبهر ومختلف عن كده. الشوية اللي بتتكلم عنهم دول يا يحيى حوالي 5000 سنة تقريبا. ها يا يحيى، قول لنا بقى فين مكان البردية؟ أيوة هنا، الحجر اليمين من عند صورة الملك، هو ده. يا يحيى في أكتر من صورة للملك، متأكد إنها دي؟ أيوة يا كنوز، أنا متأكد. الأستاذ عصام خبى البردية قدام عينيا. طب ما يمكن حد تاني وصل لها قبلنا زي ما قلت لك يا يحيى. على الأقل يا بابا كنت هلاقي الحجر اللي بيتحرك وتحته الخزنة السرية. شكلنا كده مش هنلاقيها يا يحيى. يعني إيه؟ التجربة فشلت والبردية ضاعت؟ اللي أهم دلوقتي إنك تروح للأستاذ عصام عشان ترجعه تاني. الأستاذ عصام أول شخص هيزعل لو عرف اللي حصل. إحنا لازم ندور كويس قوي. هو احنا هنفضل كده يا دكتور ولا ايه؟ انا ظهري وجعني. هبقى اكلم المهندس اللي بنى الهرم يعلي الممر شوية عشان بسلامتك ظهرك وجعك. تكلم له مهندس ده ايه؟ كلم له دكتور بيقول لك ظهره واجعه. هي ناقصة هزار كنتوا كمان؟ انا ظهري بيوجعني. انت اللي بتهزر انت وهو، هو ده وقته؟ انا بس هموت واعرف يحيى بيعمل ايه جوه. طيب ما ندخل عليهم يا دكتورة. معنى انه ما قالش كلمة السر ولا راح متحف الحضارات او المتحف الكبير، يبقى الحكاية فيها ان وجودهم في الهرم ده وراه لغز لازم نكشفه قبل ما يشوفنا. يلا يا يحيى، مفيش وقت، قول كلمة السر. ثواني يا بابا كده، الجدار ده على اليمين من المدخل اللي احنا دخلنا منه، صح؟
أيوة طبعا يا يحيى، هو ده الجدار اللي انت تقصده. يا كنوز، احنا لسه كنا بنقول ان شكل الهرم كله اتغير، اشمعنى المدخل هو اللي يفضل زي ما هو؟ انت تقصد ان المدخل كمان اتغير؟ فكروا معايا كده، دي غرفة دفن الملك، يعني ممكن يكون في أكتر من مدخل لخدعة لصوص الآثار، أو مثلا الرملة غطت على المدخل الأساسي وبعدها حفروا واحد غيره. يبقى كده لازم ندور عند كل صورة موجودة هنا لحد ما نوصل للبردية. كل واحد يدور في مكان مختلف بسرعة. طب ممكن هنا. بابا يحيى، الحجر ده بيتحرك. هيه انا اللي اكتشفت الحجر. هيه لقيتها. يلا بسرعة يا يحيى، قول كلمة السر عشان توصلك للأستاذ عصام. يحيى، دكتور عجيب، لو قلت كلمة السر يا يحيى هقول التعويذة وهتلاقيني وراك، وأنا متأكد إنك نسيت التمثال. اربطوهم بسرعة. حاسبوا يا ولاد. تعال هنا. امسك كويس يا سرحان يا بابا. اربط الايد دي في الايد دي. أيوة، خليهم جنب بعض كده علشان أملي عيني بحلاوتهم. لازم تسيبني أرجع عشان خاطر أستاذ عصام. أسيبك ترجع؟ ده من رابع المستحيلات يا يحيى. أنا خلاص ما صدقت إنك وقعت في إيدي. الموضوع خطير، وفي إنسان ملوش ذنب ممكن يختفي للأبد. بطلوا كلام كتير بقى. وانت يا يحيى، أنا سامعك بتقول لقيتها. لقيت إيه يا يحيى؟ ها؟ مش إحنا أصدقاء ولازم نقول لبعض كل حاجة؟ إحنا عمرنا ما كنا أصدقاء. لصوص الآثار دلوقتي أو زمان هدفهم واحد، وهو تدمير تاريخنا، وانت واحد منهم، وانا مستحيل اساعدك في اللي انت عاوزه. برافو يا يحيى. كان نفس الموضوع ده يتم بالراحة وبهدوء، لكن انت بقى مصمم يا يحيى للأسف. فتشوهم وهاتولي كل اللي معاهم. وريني اللي معاك. اوعى نزل ايدك، اوعى. ابعد. وريني معاك ايه. سيبها. لقيت دي معايا يا دكتورة. يبقى هي دي اللي جابتك هنا يا يحيى. دي مجرد بردية انا اللي كاتبها، يعني ملهاش اي فايدة بالنسبة لك. ما كنتش هتيجي مخصوص هنا. احكي لي بقى الحكاية وأنا أوعدك إن هسيبك تمشي. كل الحكاية اننا كنا بنجرب نشيل حاجة في نفس المكان لكن في زمن تاني، وندور عليها في المستقبل عشان نعرف هل هي بقت كده تاريخية ولا لأ. فكنا بقى. أفككم، ابقوا قابلوني. لازم تعرف يا يحيى إن مفيش حاجة ممكن تمنعني إني أوصل للي أنا عايزه. أما بقى الأستاذ عصام، يا ريت يلاقي شغل في الزمن اللي هو فيه أحسن. ايه يا دكتورة؟ إيه ده؟ الشرطة وصلت يا دكتور، هنعمل ايه؟ ما أنا عارف إن هي الشرطة يا أغبياء. أكيد حد شافنا وإحنا داخلين الهرم وحس بحركة غير عادية. لا، أنا اللي بلغتهم بكل حركة بنعملها قبل ما نيجي عشان نبقى في حمايتهم. يا نهار اسود، مستنيين ايه؟ يلا بسرعة قبل ما يدخلوا يقبضوا علينا. يلا يا أغبية. يلا يا سرحان، يلا يا زمان. يلا. بابا فكنا يا بابا، يلا. يا كنوز أنا كمان مربوط، هفككم إزاي؟ استنوا، اكيد هم هيجوا يفكونا دلوقتي. أنا ما قلتش لحد أصلا، أنا بس سمعت الصوت قلت أقول أي حاجة أخوف بيها العصابة. ايه ده؟ مين دي؟ كنوز مين دي؟ هي لابسة كده ليه؟ إيه ده؟ هو أنت الملك رمسيس التاني بعت لك حد ينقذك يا يحيى؟ مش عارف، تفتكر؟ طب يا ترى انقذ الاستاذ عصام كمان ولا لا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي ماما. ماما؟ هي مامتك اشتغلت مع الملك ولا تكونش طول الوقت ده سوبر ماما وعندها قوة خارقة واحنا مش عارفين؟ انا مش مصدق، انت ازاي عملتي كده يا ماما؟ ها، لما سمعتكم بتتكلموا وموطيين صوتكم قوي عرفت انكم مخبيين حاجة ومش عاوزين نعرفها، خصوصا انك بقالك كام يوم تدخل انت وابوك الأوضة وتقعدوا تتكلموا، ولما اسأل حد فيكم يغير الموضوع.
أنا بقى فضلت واقفة بعيد عشان أسمعكم، وعرفت كل حاجة، وعرفت رايحين فين. انتوا نزلتوا من هنا وأنا قلبي كان حاسس إن في حاجة هتحصل. لبست ونزلت وراكوا جري، وهناك شفت ناس غريبة بتراقبكم. أنا بقى راقبت اللي بيراقبوكم، وأول ما دخلوا وراكم دخلت وتصرفت على طول. طب وإيه موضوع الشرطة ده؟ لا، ده أنا شغلته من على اليوتيوب عادي، كتبت صوت سرينة شرطة مع صدى الصوت هنا، الموضوع عمل شغل جامد جدا. طب وليه لابسة كده وعاملة في نفسك كده ليه؟ تغيير مش أكتر. بذمتك يا يحيى الأسود مش حلو عليا؟ يعني انت مش شغالة مع الملك ولا سوبر ماما؟ اسكت، انت بالذات اكتر واحد زعلانه منه. بقى كده الولاد يحكوا لك حاجه وانت تخبيها عليا؟ انا لو عليا كنت عاوز اقولك، بس يحيى ما كانش عاوز كده. يا يحيى بتخبي على ماما؟ مش احنا متعودين نحكي لبعض كل حاجه؟ دلوقتي خلاص ماما اخر من يعلم. لا يا ماما، كل الحكاية اني خفت اقولك، لاني عارف اني لو حكيتلك هتفضلي خايفة عليا كل مرة بنزل فيها من البيت. بس انا طبعا كنت ناوي احكيلك، ما تزعليش مني، حقك عليا. خلاص يا يحيى مش زعلان. بس ايه رايك بقى في الطقم؟ صحيح، جبتيه منين ده؟ طقم ايه يا ماما؟ هو ده وقته، لازم ترجع للأستاذ عصام يا يحيى. ايوه صح، يلا نخرج من هنا بسرعة وانا هرجع له. يحيى طمني يا يحيى، البردية اختفت من قدامي، قلت اكيد يحيى نجح في مهمته. انا فعلا لقيتها يا استاذ عصام. طيب هايل جدا، امال مالك زعلان كده ليه؟ استاذ عصام، انا فعلا لقيتها، بس هي ما بقتش معايا، البردية ضاعت. يعني ايه ضاعت يا يحيى؟ احكي لي اللي حصل. في نفس المكان اللي احنا واقفين فيه ده، بس بعد 5000 سنة كنت واقف انا وكنوز وبابا، دورنا كويس قوي لحد ما وصلنا لمكان البردية، وفجأة ظهر لنا الدكتور عجيب ورجالته، خدوها مننا. انا حاولت اخبيها لكن معرفتش. ما تزعلش يا يحيى، انت عملت اللي عليك يا حبيبي، وعجيب ده احنا مش هنسيبه يوصل للي هو عاوزه، مش هنسيبه يا يحيى. انا بس كان نفسي اعرف هي اثرية ولا لأ. هنعرف وهنوصل لإجابة السؤال ده، ما تستعجلش. خلينا الأول نرجع للزمن بتاعنا ونفكر بهدوء هنعمل ايه. اتروعا مغامرة، رحلة على الأرض السمرة، دي مفاجأة دي ولا مخاطرة؟ دي حكاية جابت لي جنان، تعويذة أهدى وهي خطوة عزيزة، طلعت بقى طالعة لذيذة من بحر رخير أسوان. لفيت لف ماشي وبضرب كف كف لحد ما تهت وعقلي ده خف، أنا مين أنا فين؟ شكلها تلبيسة بجد، أما دي حتة تدبيسة، خدت الكوبري مع الترقيصة، دي جاتلي منين؟ تركيبة ودخلت في دنيا عجيبة، بس أنا وكنوز لعيبة بنفوت في الصخر سوا. أنا غاوي وفضول أعمل لي بلاوي، إنما قلبت لحكاوي كانت في طريقنا دواء.